صبرا صبرا صبرا، رايحين فين؟ فين اللايك؟ يلا اللايك والاشتراك ونكمل الفيديو مع البشمهندسة سلوى. هنعرف امراض الجوافة وامراض اللب وامراض البتنجان والفلفل. بس اللايك، فين اللايك؟ ما تنسوش اللايك لو سمحت. شاطرة يا نرمين، شاطرة يا نرمين، ما شاء الله ما شاء الله. احلى عيش النهارده. لا بشر. احلى عيش، عيش 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 كده. نعم يا حبيبة عمتك مروة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طبيعة يا جماعة، وجمال الطبيعة وجمال الأرض وكل حاجة. الواحد ما بيقدرش صراحة يقاوم الحاجات الجميلة اللي هو بيشوفها. بقول لك يا باشمهندسة، أنا شايفاكي جبت ورق كده من زرعة البطيخ ده، عشان إيه؟ ده في ده فاروس. طب تعالي بعيد عن المكنة شوية كده واحنا ماشيين. كده المكنة، لا المكنة عاملة جميل، بحس بصوتها كده ايه، مكنة الري عاملة دوشة جامدة. تعالي كده نمشي كده حتى الناس تتفرج على الطبيعة معانا. شوفوا الرز وجماله. شوفوا الرز يا جماعة، ما شاء الله عليه. هنشوف الرز دلوقتي وهنشوف كل حاجة. مع ان الرز ده اكتر حاجة بنشوفها بالسرعة على طول. النهارده الحلقة خاصة بسلوى اختي، انا ماليش دعوة، انتوا اللي قلتوا عايزين سلوى، فسلوى هي اللي هتتكلم في كل حاجة. انا شايفاكي مطلعة ورق من البطيخ. إيه ليه بقى؟ هو في مرض ايه ده؟ ده المرض ده العنكبوت الاحمر. اسمه العنكبوت الاحمر. علاجه بنقول عليه اخروس. بينزل المرض من اول، من بداية نص 6 كده لحد اخر لحد بداية 7. ده يعمل ايه بقى في اللب ده او البطيخ؟ الورق زي ما انت شايفاه كده. وبيأثر على البطيخ نفسه، على الطرح نفسه. تمام. فالفلاح ما بياخدش باله، بيقول لك لا ده الشمس اللي حرقاه. لا، هي الشمس مش حرقاه ولا حاجه، انت عندك مرض في اللب بس انت مش واخد بالك. فلازم تعالجه، اذا ما عالجتوش ولحقته بيحصل حاجات تلف كتير في الزرع. انت ايه بقى النهارده الرز انت شايفاه ما شاء الله؟ هو شايفه رز ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. رز جميل، ولا فت ولا محتاج اي حاجه. يعني الرز كده خلاص اهو يا جماعه. حضروا فلوسكم عشان الرز كمان هيبقى غالي. حرام عليكي، الرز هيبقى غالي. ربنا يستر والله. ربنا يرقب بحالنا بس يا جماعه. اللهم صل على النبي. شفت الجو جميل ازاي بصراحه يا جماعه. بصراحه الفلاح بيعاني حاجات كتير قوي، يعني صعب اعمل اوصل لكم الحاجه انا مش عارفه ليه جمهوري اكتر حاجه بيحبها. هتردي على التليفون؟ استشاره معانا، استشاره هندسيه، استشاره ايه، زراعيه. طب علي صوتك عشان نسمعوكي. لا والله انا بعيد في عند ماما، انا عندي امي. لا والله احنا قافلين النهارده اجازه عيد. طب لو عايز استشاره قولي لنا هو عايز ايه على الهوا كده. يعني انتوا مستكترين علينا اجازه العيد، بنريح اجازه العيد يا جماعه. الله يبارك لك يا حبيبي. شكرين. ان شاء الله الصبح الساعه 9 هنكون عندك باذن الله. نعم. نتفرج انا وانتوا على جمال الطبيعه وهي بتكلم طبعا الزباين بتاعتها، الله يصلح حالها يا رب. هي مهندسه شطوره جدا جدا، يعني ما شاء الله، عملت اسمها بنفسها، وده فضل من عند ربنا يعني. خلصت مكالمتك بقى كده؟ يعني انت شايفه ان الرز بتاع علي ده حلو، مش محتاج رش ومش محتاج حاجه. محتاجين بس شويه فلوس بقى. هنطلع بقى شغل. هجيب كام رز او كام طن رز بقى. اللي عايز رز يا جماعه يحجز عندنا، احنا برضو سلوى هنا عندها اي حاجه، اي حد عايز حاجه يرن على الدكتوره مروه واحنا هنجيب له اللي احنا عايزينه. كمان هنتاجروا في الرز يعني ولا ايه؟ قلت بصراحه يا جماعه الشغلانه دي متعبه جدا جدا ومقرفه، وبتتعب الاعصاب وبتتعب الدماغ، وبصراحه الله يكون في عوننا بصراحه يعني. قربي لماما كده التليفون علشان هتشوفي شايفها عامله ازاي. عايزه تترش دلوقتي اهو، ضروري ده، لان الجوافه اللي فيها هتطلع. بصي يعني زي اللي هي اللي بتقولوا عليها ملطعه كده. هتطلع فيها مش هتتاكل. طب هو سايبها ليه كده؟
علي صوتك شويه عشان الجمهور، يعني الجوافه ديت فيها مرض دلوقتي، صح فيها كده؟ مرض لازم ترش دلوقتي حالا حالا على طول، لان طب يلا شوفي هو بقى لازم البتنجان تجيب بالمره كده، البتنجان ده البتنجان، دلقه البتنجان دي، البتنجان كده مش محتاج، البتنجان كده مش محتاج اي حاجه. الشجر حرام حرام يكون حرام على الشجر ده. مع الجوافة دي تعالي بقى، والفلفل ده، والفلفل الفلفل ده كويس كده ولا فيه امراض؟ احنا النهارده بقى هنستغلوكي انك تكوني بتقولي لنا كل الاستشارات بتاعت المبيدات. ايه رايك بقى في الفلفل؟ الفلفل ده عايز يتجلى. الفلفل ده عايز ايه؟ خدي. هو كل ما دلعش الا دول بس الاثنين. لا حلوين انا يعني. عايزه اجلعهم يا جماعه. حرام يعني، بس كل واحد ياخد قرن شطه من البيت. الله، تعالي بقى وقولي لنا اللوك كمان، اللوك طبعا اللوك ده مهم جدا وغالي جدا الايام دي. اللوك ده بيالي ما بيحتاجش رش. لا كتير بالقلب. اللوك ده بيحتاج رش؟ ايوه كتير قوي كمان، بس سبحان الله هو هنا بيطلع بالبركه كده. احنا هنا يا جماعه عيشه البركه. حط البركه يطلع كل حاجه بالبركه. هنا ايوه يا جماعه، هنا والله الناس هنا عايشه بالبركه. كل والله حاجه بس بالبركه. انا عارفه حاجه خالص صراحه. شفتي بيرش الرز هناك اهو، ما انت باين قايله لهم على رشه رز ولا ايه؟ مع انك كنت بتقولي الرز بقى. شوفي الاناناس. ايوه جميله. ده الاناناسه. جميل اناناس. الكيلو منه السنه دي بكام؟ ب 12 جنيه. الاناناس. شوفي بس الاناناس. مش محتاج رش لا ده. جميل طالع ما شاء الله عليه. ربنا يبارك فيه يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. والله العظيم انت النهارده أنا تعبت قلت لي بصراحة. تعبتي صح؟ هتروحي، بس لازم تقولوا لهم حاجه، ما تنسوش الاشتراك في قناه مع بعض. والله يا جماعه انا بحبكم قوي وانا مش هطلع الا اذا طلبتونا تاني. وما تنسوش تدعموا مروه، الدكتوره مروه بصراحه بتحبكم وبتعمل مجهود كتير قوي عشانكم، وبتحاول مش قوي تقدم، يعني، مش قوي، بتحاول تقدم كل ما هو بديكي. مش قوي يعني. بتتعب والله، بتتعب حقيقي، ومش بتخسر حاجه لما تقولي لها ايه لايك وتقولي لها يا مروه كل سنه وانتم طيبين. لسه هنكمل بقى، عاملين عيش في لا انا كده كفايه. هنعمل عيش بقى لماما. يا جماعه سلوى انا بحبكم. ماشي يا جماعه، هنكمل الفيديو ونشوف العيش. لو طلبتكم تاني. سلوى، هو ده اسمه الدريس يا سلوى؟ تعالي. اسمها ربايه. ربايه يعني ايه ربايه بقى؟ ها؟ تعالي. ايه؟ او المعنى الاصح الذريه. يعني ايه بقى الزريح؟ ده تقوي البرسيم اللي ان شاء الله تبقى السنه الجايه. بس انا اعرف اللي من زمان قوي واحنا بنقول عليها اسمها ربايه. لا بس اكتر منها، بس احنا دلوقتي مسمينها الذريه. الزريع يعني اللي هو البرسيم اللي هيتاخد منه. وقفوا العربيه دي يا جماعه. شروه انا كده معاكي النهارده.